مدينة كانت تعتبر جوهرة العالم، عاصمة العلم والمال والجمال، مدينة حكمت نص الأرض تقريبا لمدة 500 سنة. فجأة كل ده بيتحول لركام ودخان وأنهار من الدم. طب حصل إزاي؟ ومين اللي عمل كده؟ إحنا النهاردة بنتكلم عن سقوط بغداد في أيدي المغول، وعن اليوم الحزين اللي اتكسر فيه عمود من أهم أعمدة التاريخ الإسلامي، وهو سقوط مدينة بغداد في سنة 1258 ميلاديا. وده في الوقت اللي كان فيه الإعصار المغولي وصل لمرحلة من الوحشية والقدرة العسكرية محدش كان قادر يتخيلها، وبقيادة هولاكو حفيد جنكيز خان وأخوه خان المغول الجديد مونكو. اتحركت آلة القتل المغولية لمدينة ما كانش حد يتجرأ في يوم من الأيام إنه يقترب من أسوارها، وهي مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية. ولكن الصدمة الحقيقية ما كانتش بس في قوة المغول، الصدمة كانت في الضغط اللي كان فيه حال المسلمين جوه بغداد بين خليفة ضعيف ومتردد ما كانش أبدا على مستوى اللحظة التاريخية، وبين وزارة وأمراء خونة فضلوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة الأمة الإسلامية، زي بدر الدين لؤلؤ وابن العلقمي. النهارده هنشوف مع بعض تفاصيل النهاية المرعبة للخلافة العباسية، وازاي قرارات خاطئة وخيانات من بعض الأمراء فتحت أبواب الجحيم على ملايين المسلمين. بس قبل ما نبدأ اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول. أنا أحمد عطية ودي حلقة جديدة من برنامج فضول. بعد موت جنكيز خان، الإمبراطورية المغولية ما اكتفتش باللي وصلت له، بالعكس دي بقت عاملة زي ماكينة القتل اللي ما بتقفش. أي مدينة بتقاومهم كانوا بيحرقوها، وأي حاكم بيقرر يقف قصادهم أو يقاومهم كانوا بيقتلوه، وأي حضارة بيعدوا عليها كانوا بيمسحوها من الوجود، زي ما عملوا مع الدولة الخوارزمية والممالك الصينية. بعد موت جنكيز خان في سنة 1227 ميلاديا، أولاده توارثوا إمبراطوريته، وفي سنة 1231 تقريبا اتقتل جلال الدين خوارزم شاه بعد محاربته للمغول ومقاومته ليهم. واستولى المغول على اللي باقي من مملكة أبوه، وارتكبوا مذابح بشعة كتير في كل مدينة كانت بتقف قصادهم أو حتى بتبادر بالمقاومة، لحد ما أصبح الطريق ناحية جنوب غرب آسيا مفتوح قدامهم. وبعدها مونكو خان كلف أخوه هولاكو بمنطقة إقليم فارس وكل المناطق اللي موجودة حواليها عشان يحكموا سيطرتهم عليها ويثبتوا أقدامهم أكتر وأكتر. هولاكو وصل وكان جاي ومعاه جيش عدده يتراوح ما بين 130 ل 150 ألف مقاتل، ومعاه أكتر من 1000 جندي تقريبا متخصصين بس في حصار المدن وفي صناعة آلات الحصار، زي ما كان بيعمل جده جنكيز خان في أي حروب بيدخلها قبل كده. وأول محطة واجهت هولاكو في طريقه كانت طائفة الحشاشين، والحشاشين كانوا طائفة إسماعيلية نزارية باطنية انفصلت عن الفاطميين في القرن ال11 الميلادي، واشتهرت الطائفة دي بأنها أسست دولة من قلاع حصينة أشهرها قلعة الموت. وكانت الطائفة دي بتعتمد على الاغتيالات المنظمة كتكتيك عسكري بقيادة حسن الصباح ضد خصومها زي السلاجقة والعباسيين والصليبيين. هم ما كانش عندهم جيش تقليدي بالشكل المعروف، على قد ما كانوا بيعتمدوا على الفدائيين لاغتيال الشخصيات المهمة والمعادية ليهم، وكان أبرز الشخصيات اللي حاولوا يغتالوها صلاح الدين الأيوبي. المهم إن هولاكو حاول يحاصرهم بآلات الحصار، والقلاع دي بدأت تقع واحدة ورا التانية، وسقطت أهم قلاع الحشاشين في سنة 1256. وفي الوقت اللي كان فيه هولاكو بيقضي على قلاع الحشاشين، بغداد كانت عايشة في كوكب تاني خالص، ولا كأن المنطقة حواليها مليانة حروب ودمار. الخليفة العباسي وقتها كان المعتصم بالله، وهو آخر خلفاء بني العباس في بغداد، وكان يقال إن المعتصم كان راجل متدين وطيب، ولكنه للأسف ولا كان راجل دولة ولا راجل حرب. وضيف على ذلك إنه محاط بمستشارين متضاربين، ولا كان فاهم في التدين الحقيقي والأخذ بالأسباب، ولا فاهم في شيء، فلا عمل جيش قوي ولا اهتم بدفاعات بغداد. ولك أن تتخيل إن المغول فضلوا حوالي 38 سنة تقريبا من لحظة دخولهم العالم الإسلامي لما دخلوا الدولة الخوارزمية وقتلوا أهلها لحد وصولهم بغداد، وطول الوقت ده مفيش خليفة عباسي واحد من سقوط الدولة الخوارزمية جهز ليوم زي ده، مع إنه كان واضح وبديهي جدا لأي حد إن المغول على الأبواب وكان من الواجب الاستعداد ليهم. ولكن اللي حصل كان عكس كده تماما، وهنا بيظهر لنا اسم واحد من أكتر
أخطر الشخصيات الجدلية في التاريخ الإسلامي، وهو مؤيد الدين ابن العلقمي وزير الخليفة العباسي، اللي روايات كتير كانت بتقول إن هو خاين وإنه أرسل لهولاكو في السر وشجعه على غزو بغداد. وضيف على ذلك إن بعض الروايات التانية بتقول إن ابن العلقمي عمل حاجة كانت تعتبر هي المسمار الأول في نعش بغداد، وهي إنه أقنع الخليفة إن الدولة بتمر بأزمة مالية وإن الجيش العباسي الكبير بيستهلك ميزانية ضخمة، والحل هنا إننا نسرح جزء كبير من الجيش بتاعنا. وفعلا تم تقليص عدد الجنود في الجيش، بس برضه بشوية منطق. لو العلقمي كان خاين ليه الخليفة وافق على تقليل عدد الجيش؟ المهم إن اللي حصل ده صادف في نفس الوقت اللي هولاكو كان بيرسل فيه خطابات تهديد للخليفة العباسي المستعصم. هولاكو في الخطابات بتاعته طلب من الخليفة 3 طلبات أغرب من بعض، وهو إنه يهدم حصون بغداد وأسوارها الخارجية ويملأ الخنادق اللي حوالين المدينة ويسلم المدينة بنفسه ويجي يقدم الولاء للخان. وسبب طلبات هولاكو دي هي انه اثناء حربه مع الحشاشين كان طلب من الخليفه انه يمده بجيش عشان يشترك مع الجيوش المغوليه في القضاء على الاسماعيليه، وواضح ان الخليفه رفض طلبه بعد مشاوره معاونيه رغم معارضه الوزير ابن العلقمي. فهولاكو شال من الموضوع في نفسه، ولما خلص على الطائفه الاسماعيليه بعت للخليفه رساله فيها تهديد وطلب منه انه يهدم الحصون ويردم الخنادق ويسلم البلاد لابنه، وكمان يحضر ويقابله او يبعت الوزير مجاهد الدين ايبك الدويدار وسليمان شاه. ولما يعمل كل الطلبات اللي فاتت دي الشرط الوحيد انه هيعفو عنه. المهم ان الخليفه رد برد كان فيه استعلاء، بمعنى آخر هزأ هولاكو وكأنه مش عارف حجم الخطر اللي موجود على الأبواب، ولا عارف إن جيشه عدده قليل بالنسبة لجيش المغول وبالنسبة لخبرتهم. أنا أفهم إن الرد القوي لما يكون مبني على واقع وتخطيط مش طموحات وأحلام، لأن الخليفة كان فاكر إنه هيجمع جيش من البلاد المسلمة اللي حواليه، وده طبعا ما حصلش بعد كده، ولا كان عمره هيحصل بالمعطيات اللي كانت حاصلة في الوقت ده من تواطؤ وتعاون أغلب الأمراء في المنطقة العربية مع هولاكو. بس عامة رد الخليفة ما كانش هيفرق كتير مهما كانت صيغته، لأن المغول كده كده عينيهم على بغداد ومن زمان. وحتى بالنسبة للوزير ابن العلقمي اللي بتشير بعض المراجع إنه بعد ما كان في فتنة طائفية ما بين السنة والشيعة حس فيها إن الشيعة ظلمه، فابتدى يراسل هولاكو ويطمعه في ملك بغداد. بس الواقع ان المراسلات اللي حصلت ما بين ابن العلقمي وهولاكو وكمان المباحثات اللي حصلت ما بينهم كان ليها اثر كبير في انها تدفع هولاكو او تمنعه عن مهاجمه بغداد، لان الاستيلاء على العراق كان اصلا ضمن سياسه مغوليه عامه. بس بعض المؤرخين بيقولوا ان يمكن هو سرع الاحداث شويه وكمان قلل من خسائر المغول لانه سهل عليهم الحرب وسهل من دخول بغداد. وبيقول ابن كثير ان الجيش العباسي اللي كان بيدافع عن المدينه ما كانش أكتر من 10,000 فارس بس، بعد ما كانوا في السنين القليلة اللي قبلها أكتر من كده بكتير. وأضاف على ذلك إن التخفيض الكبير في عدد الجنود سببه نصيحة من الوزير ابن العلقمي للخليفة إنه يسرح الفائض من العساكر ويشيلهم من ديوان الجند لحد ما أغلبهم اتحولوا لمتسولين بيشحتوا على الأسواق وعلى أبواب الجوامع. وبحسب كلامه كمان إنه أضاف وقال من ضمن نيته إنه كان يضعف دفاعات بغداد عشان تبقى لقمة سهلة في إيد المغول، وكمان أسوار المدينة تم إهمالها وما تمش دعمها ولا تقويتها ولا كأن المدينة داخلة على أي حروب. وبما إنك مكمل معانا لحد هنا فده معناه إن المحتوى عجبك، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو لأن ده أكبر دعم بتقدمه وأكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى أكتر. المهم في سنة 1258 بدأ الإعصار المغولي بالتحرك. هولاكو قسم جيشه الضخم لفرقتين عشان يعمل كماشة حوالين بغداد. الفرقة الأولى كانت بقيادة القائد بايجو نويان، ودي عبرت نهر دجلة من الشمال واتجهت للجانب الغربي من بغداد. والفرقة الثانية بقيادة هولاكو نفسه ودي كانت متجهة للجانب الشرقي من المدينة. الخليفة لما حس بالخطر أخيرا بعت جيشه الصغير بقيادة مجاهد الدين أيبك الدويدار وتقابلوا مع المغول في معركة في شمال بغداد قرب قناة الدجيل. ويقال إن في البداية الجيش العباسي أبلى بلاء حسنا، ولكن المغول استخدموا حيلة ذكية جدا، وهو إنهم في نص الليل فتحوا السدود والترع على المعسكر العباسي، والأرض بقت طينة والجيش بدأ يغرق في المية والوحل، والمغول هجموا عليهم وهم في الحالة الصعبة دي وقتلوا أغلب الجيش. وأما بالنسبة للناجين فهربوا لبغداد عشان يلقوا مصير أسوأ بعد كده. وفي أواخر شهر محرم من سنة 656 هجريا واللي يوافق شهر يناير من سنة 1258 ميلاديا المغول ابتدوا يقصفوا بغداد بالمنجنيق. هولاكو كان في قلب جيشه محاصر المدينة من قدام البرج العجمي أحد أهم أبراج بغداد، وبعد قادة المغول قدام باب سوق السلطان، وقدرت المجانيق إنها تعمل ثغرة في البرج العجمي. الخليفة العباسي حس بالخطر وإن الموضوع خرج عن السيطرة وبدأ يخرج
يخرج من ايده، فحاول يوصل لحل سلمي مع هولاكو. الخليفة بدأ يناشد هولاكو ان هو يوقف الحصار ويبعت وزيره وبيقول له ان هو يلبي اي طلب زي ما هو عاوز، ودلوقتي عليه بس انه يوفي بوعده ويكف الاذى عن المدينة وعن اهلها. وبعض الروايات بتقول ان هولاكو رد وقال ان الطلب ده وهو لسه على باب مدينة همدان، انما دلوقتي بقى خلاص على ابواب بغداد والحرب بدأت. فالخليفة هنا ما عندوش اي حلول غير انه لازم يبعت له الدويدار وسليمان شاه وابن العلقمي اذا كان عايز الحرب تقف. المهم وفي اليوم التاني بعت له الخليفة الوزير بتاعه وصاحب الديوان وكام شخصية تانية، ولكن هولاكو رجعهم واستمر القتال ودك المدينة 6 أيام كمان. وبعدها المغول بيرموا بغداد بسهام فيها رسائل، وفيما معناه من الرسائل دي إنهم أمنوا العلماء والقضاة والشيوخ والأكابر والتجار وكل اللي ما شاركش في القتال لحد هذه اللحظة. وبعدها بكام يوم بيهد المغول جزء من البرج العجمي، وبعد 3 أيام بيطلعوا عليه وبيقتلوا الحامية بتاعته. ومع مساء اليوم ده المغول بيسيطروا على الأسوار الشرقية لمدينة بغداد، وهولاكو أمر كمان بنصب المنجنيق على مجرى النهر ويمنع أي محاولة من هروب خلاله. ومجاهد الدين الدويدار كان هرب من بغداد في سفينة، ولكن المغول بيغرقوها بعد كده وبيضربوها بالمنجنيق والحجارة والسهام وقوارير القطران، فرجع للمدينة وهو في أسوأ حال. حصار مدينة بغداد استمر أيام قليلة مقارنة ببعض المدن التانية اللي حاصرها المغول، وده لأن القوة كانت غير متكافئة بالمرة، جيش منهك وأغلبه اتسرح قدام واحد من أقوى الآلات العسكرية في التاريخ وقتها. هولاكو وقتها أرسل للخليفة وقال له إن هو حر يخرج أو يفضل جوه المدينة، بس جيش المغول مش هيمشي من على الأسوار غير لما يخرج سليمان شاه والدويدار، فخرجوا له. ولكن المغول طلبوا منهم يرجعوا ويخرجوا تاني ومعاهم أتباعهم من الجنود، فعملوا كده وخرج معاهم عساكر بغداد مستسلمين. ولما أعداد المستسلمين كانت كبيرة جدا المغول قسموهم لمجموعات وذبحوهم كلهم. وهولاكو قبض على سليمان شاه ومعاه حوالي 700 واحد من قرايبه وأمر بقتله هو وكل أتباعه، وبعت رؤوس سليمان شاه والدويدار وابنه تاج الدين لبدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل عشان تتعلق رؤوسهم على أسوار مدينة الموصل. وبالفعل بدر الدين بينفذ اللي قاله هولاكو. وكمان بتقول بعض المصادر انه كان حزين لموت سليمان شاه لانه كان صاحبه، مع ان بدر الدين لؤلؤ هو نفس الشخص اللي قدم مؤن وسلاح وبنى جسر قوارب عشان يسهل مرور جيش المغول قرب الموصل. كمان بعض الروايات بتقول ان بعدها بايام بيخرج الخليفه المستعصم في موكب كئيب ومعاه اولاده وحوالي 3000 واحد من كبار رجال الدوله من العلماء والشيوخ والاعيان. واول ما بيوصلوا لمعسكر هولاكو بتحصل الصدمه. هولاكو امر بفصل الخليفه واولاده عن باقي الموكب، وبدات عمليه تصفيه فوريه ل 3000 شخص خرجوا معاه. السيوف المغوليه ما سابتش حد وقتلتهم بالكامل. كبار العلماء والقاده والقضاه اتذبحوا كلهم. هولاكو ما اكتفاش بكده، ده استخدم وجود الخليفة معاه لفتح الباقي من أبواب بغداد، فأجبر المستعصم إنه يبعت أوامر لباقي سكان بغداد إنهم يرموا السلاح ويخرجوا بره المدينة عشان يعملوا عملية إحصاء لعدد السكان. وأما بالنسبة للناس فللأسف صدقوا وإدوا الأمان لهولاكو، وبمجرد ما خرجوا كان المغول مستنيينهم بالسيوف وقتلوهم بالكامل. وبعدها بتتفتح أبواب بغداد وبيدخل 130 ألف مقاتل مغولي لشوارع بغداد بأمر واحد بس وهو الإبادة. ما كانتش حرب على قد ما كانت مذبحة. المغول دخلوا البيوت والقصور والمساجد والمستشفيات، وبعض المصادر بتقول إن القتلى وصل عددهم ل 800 ألف إنسان، ومصادر تانية بتقول إن العدد 1,800,000 ألف إنسان. الرقم مرعب لدرجة إن ريحة الموت والتعفن في الشارع أجبرت هولاكو نفسه إنه يخرج بجيشه بره المدينة ويخيم بعيدا عنها خوفا من الأمراض والأوبئة. المشكلة إن المغول ما اكتفوش بقتل الناس بس، ولكن كانوا مصممين يقتلوا التاريخ كمان، لأن بغداد كانت بتضم بيت الحكمة اللي كانت أعظم مكتبة في العالم وقتها. المغول اللي ما كانوش بيعرفوا قيمة العلم لأنهم شعب همجي وجاهل ومعدوم الثقافة، فدخلوا المكتبة وبدأوا يرموا ملايين الكتب والمخطوطات في نهر دجلة. المؤرخين بيقولوا إن مياه النهر اتحولت للون الأسود من كتر الحبر اللي داب فيها، وبعد شوية اتحولت للون الأحمر من كتر دم الناس اللي اتقتلوا على ضفاف النهر. وضيف على ذلك كمان إنهم حرقوا جامع الخليفة والمدرسة المستنصرية وكل القصور العباسية اللي كانت آية في العمارة. بغداد بلد العلم والثقافة، منارة المعرفة،
أصبحت مدينة أشباح محروقة ومنهوبة. المغول اجتاحوا طرقات بغداد واستباحوها وقتلوا كل إنسان قابلهم، وما فرقوش ما بين ستات أو أطفال أو شيوخ، وكانوا بينهبوا وبيحرقوا كل شيء قدامهم، ما خلوش أي حاجة إلا ودمروها بالكامل. لكن على الجانب الآخر في شوية بيوت كده نجحت من المصير ده لأن كان ليها وضع خاص شوية. بس هنا حصل شيء غريب، إن المغول بالرغم من العنف والهمجية اللي فيهم إلا إنهم قرروا يحموا المسيحيين اللي في بغداد ويحافظوا على حياتهم. وكل ده حصل بناء على طلب من دكور خاتون زوجة هولاكو، لأنها كانت نسطورية ودي طائفة من طوائف المسيحية. ويقال كمان إنها طلبت من هولاكو إنه يعاملهم معاملة حسنة. وكمان اليهود مش المسيحيين بس، وضيف على ذلك كل الناس اللي لجأت لدار ابن العلقمي. وفي كمان طائفة من التجار دفعوا فلوس عشان ينجوا هم وأهلهم من القتل. المغول استباحوا بغداد لمدة 40 يوم، قتلوا كل اللي يقدروا عليه من رجالة وستات وأطفال ومشايخ، واللي نجا من المذبحة كان قليل جدا، ومعظمهم كان مستخبي في الآبار وقنوات المجاري والأوساخ. وفي ناس كمان استخبت في الحانات والدكاكين وقفلوا على نفسهم. فالمغول كانوا بيكسروا الأبواب أو يولعوها ويدخلوا يقتلوا الناس اللي جوه. وفي ناس حاولت تطلع على السطوح تحتمي من المغول، فبقوا يطلعوا وراهم ويذبحوهم واحد ورا التاني ودمهم بيسيل. وكل اللي فات ده بحسب روايات ابن كثير. هولاكو بعد ما حصل اللي حصل وعمل اللي كان عايزه، أمر بإعدام الخليفة. فيقال كمان إن المغول قتلوه بعد ما لفوه في سجادة وركلوه برجليهم أو برجول الفرس لحد ما مات. وروايات تانية بتقول إنه خنقوه أو غرقوه. وبكده بتكون انتهت دولة خلفاء آل العباس اللي حكموا بعد بني أمية. وبموت المستعصم بالله انطوت صفحة الخلافة العباسية اللي استمرت لمدة 5 قرون كاملين. سقط رمز الخلافة الإسلامية وسقطت عاصمة الخلافة، وبقى الطريق مفتوح قدام هولاكو للشام وإلى مصر. سقوط بغداد كان ليه صدى ضخم وعميق في كل أنحاء العالم الإسلامي، هز الحكام المسلمين في المناطق القريبة من الحدث الجلل ده. والمسلمين في كل مكان في العالم شافوا إن سقوط الخلافة العباسية صدمة مرعبة، وكان ليه أسوأ الأثر في نفوسهم. مع إن الخلافة بالفعل كانت فقدت جزء كبير من سلطتها المادية، بس مكانتها الأدبية والروحية كانت لسه قوية. وعشان كده في كتير من المؤرخين والباحثين والعلماء بكوا على بغداد، ومنهم ابن الأثير اللي قال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوتها وكنت نسيا منسيا. بعد ما هولاكو خلص مهمته في بغداد، ساب هناك مجموعة من الحامية المغولية الصغيرة، وترك ابن العلقمي في منصبه كوزير لبغداد تحت إشراف المغول. ولكن ابن العلقمي نفسه معاش بعدها كتير، المصادر بتقول إنه مات من الحسرة والندم بعد شهور قليلة، لما شاف إن المغول ما احترموهوش ولا احترموا مكانته وعملوه كخادم مهان، فلا نفعته الخيانة ولا نفعه الحكم. عاش خاين ومات مذلول ووحيد. بغداد فضلت سنين طويلة بتحاول تتعافى من اللي حصل لها. مثلا الري والزراعة اللي كانت بتغذي العراق كلها اتدمرت لأن المغول خربوا السدود والقنوات. وضيف على ذلك الأوبئة والأمراض اللي نتجت عن الجثث اللي اتقتلت في الحرب. هولاكو بعد بغداد عينه كانت على بلاد الشام، وفي سنة 1260 بدأ الجيش المغولي يتحرك ناحية حلب، والسيناريو بيتكرر من تاني: حصار ثم دمار ومن ثم مجزرة، وبتسقط حلب ومن بعدها استسلمت دمشق. في اللحظة دي هولاكو كان وصل له إحساس واحد، وإنه ملك العالم، فبعت رسالة التهديد الأخيرة للقوة الوحيدة اللي لسه باقية في المنطقة، وهي المماليك في مصر. سقوط بغداد ما كانش مجرد معركة خسرها المسلمين، ده كان زلزال غير شكل التاريخ للأبد. المغول اللي بدأوا كقبائل في سهوب منغوليا أصبحوا دلوقتي على أبواب أفريقيا، وما بقاش يفصلهم عن السيطرة الكاملة على العالم العربي إلا بوابة واحدة، وهي بوابة مصر. ولكن التاريخ دايما بيخبي مفاجآت، وفي اللحظة اللي هولاكو افتكر فيها ان مفيش اي قوة تقدر توقفه، حصلت حاجتين غيروا مسار الاحداث. الحاجة الاولى وهي موت الخان مونكو في منغوليا، وده بيجبر هولاكو انه يسحب جزء كبير من جيشه ويرجع لشرق منغوليا. تاني حاجة وهي ظهور رجال في مصر يعرفوا ربنا وما يعرفوش الخوف، وقرروا انهم مش هيموتوا غير والسيوف في ايديهم. بغداد سقطت والخلافة انتهت والدموع جفت من كتر الحزن، ولكن في الأفق كان في صيحة واحدة بس بتتحضر عشان ترجع للعالم الإسلامي كرامته من جديد. صيحة هزت جبال فلسطين وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. في الحلقة الجاية هنشوف أعظم رد فعل في التاريخ،
هنشوف ازاي القائد قطز واجه طوفان هولاكو في معركة عين جالوت، المعركة اللي غيرت مسار البشرية وحمت اللي فاضل من حضارة المسلمين. فانتظرونا في الحلقة الجاية إن شاء الله. وفي النهاية، وعشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. سلام.